أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم. في أولى حلقاتنا أو أولى الماتشات اللي جت في رمضان، مش هتكلم عن ماتش المنتخب الأولمبي عشان كان قبل رمضان، فهنتكلم عن ماتش المنتخب الأول اللي هو ماتش أمس، منتخب مصر ومنتخب مالاوي اللي كان بيتلعب هنا في تصفيات بطولة أفريقيا اللي أنا مش عارف فيها 3 نقط وخسرانين من إثيوبيا وحاجة كده صعبة أوي. المصري كان ماتش، كان في اجواء رمضانيه جميله وانا عاده هنتكلم كتير عن موضوع رمضان والمسلسلات والاعلانات والافلام ومش عارف ايه، بس واحده 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 بس كده، بس شويه المسلسلات تسخن كده والاعلانات تسخن ونبتدي احنا ايه. اسمها حماسنا الديني يقل شويه، فنبتدي نتفرج على المسلسلات فنبتدي نتكلم عليها. بس لحد ما هذا يحصل خلينا نتكلم على الماتش بتاع امبارح. الماتش كان ما بين منتخب مصر ومنتخب ملاوي. منتخب مصر كسب 2-0. الجون الاول بمحمد صلاح، الجون الثاني جون كفته كده بس كانت شوطه من عمرو مرموش، بس خبط في 7 لعيبه ودخل. المهم حاجه لطيفه خالص يعني. ايه اللي خلينا نتكلم عن الماتش ده؟ شويه احداث كده حصلت في الماتش وشويه توقعات مني. انا ما بحبش التوقعات بتاعت النتائج، انا بحب التوقعات بتاعت الاداء. انا بحب راجل فيتوريا ده وبحب طريقه لعبه جدا، فهنتكلم على التشكيل والاداء بسرعه جدا في اللي حصل في الماتش، وبعدين نشوف وجهه نظر او وجهات نظر مختلفه. الماتش ابتدى في خط الدفاع ولا في خط المرمى كابتن محمد الشناوي اللي ما شفناهوش وما شفناش اسمه وما نعرفش عنه حاجه خالص، عشان ملاوي مستوى رابع، مش عشان هو حلو خالص يعني، عشان ملاوي مستوى رابع، فما راحوش عند الجون ولا مره الحمد لله. 2 مدافعين بينطبق عليهم نفس الكلام اللي هو محمد عبد المنعم ومحمد واحمد حجازي، بس بي اللي بعيب عليه على محمد عبد المنعم ان كان خروجه للكره كان بطيء. ما ينفعش فرقه زي دي وفرقه ادائها عامل كده يبقى خروجي بالكره بطيء. انت دورك الهجومي اهم بكتير من دورك الدفاعي في ماتشات زي دي. هم ما بيهاجموش، فدورك الهجومي اهم بكتير، فالمفروض نهاجم بشكل انضف شويه. حجازي كان بيعملها حلو قوي، بيعمل الحركه دي حلو قوي، مش بس في انه بيتقدم، لا كمان في الكرات الطوليه. يعني حجازي كان بيعمل كرات طوليه من اقصى اليمين لاقصى الشمال لمحمد حمدي 5 6 مرات، وكل مره كانت بتطلع كويسه. غير ان حجازي بيقدم موسم تاريخي هناك في السعوديه السنه دي والسنه اللي فاتت بصراحه يعني، فحجازي واقف على رجله. باك يمين محمد هاني، باك شمال محمد حمدي. سريعا، محمد حمدي لعيب كويس قوي. محمد حمدي واحد من ابناء فيتوريا اللي هو الراجل ده بيحبه وبيلعبه دايما، هو محمود حماده. غير كده هو لعيب كويس قوي، وكل الفرق اللي كان بيلعب فيها كان بيبين جدا انه لعيب كويس. مشكلتي الوحيده معاه امبارح ان هو محمد حمدي اداؤه الدفاعي وثقته في الملعب قليله. اداؤه الهجومي اسف، وثقته الهجوميه في الملعب قليله. الراجل بيدافع كويس جدا بس بيهاجم على قده. فانا كان نفسي اشوف فتوح بصراحه. فتوح راجل صايع وادرجي وبتاع كوره، واللي بيروحوا يعني عنده حته هجوميه كده، يعرف يروح ويخش جوه المنطقه من اخر الشمال، يفضل يتشقلب كده لحد ما يخش جوه المنطقه. محمد حمدي كان بيعملها قليل جدا. فيتوريا ده كان بيقعد يرطم على وشه وبيندى لمحمد حمدي يروح، عشان في 3 فدان ونص مزروعين برسيم فاضيين قدامه، الراجل مش عارف يروح. ليه؟ عشان فريق ملاوي شايف محمد صلاح. غير ان محمد صلاح بس الجبهه بتاعت محمد صلاح اللي كان فيها كمان زيزو كانت جامده قوي، فكان ملاوي كان بيدافع قوي من ناحيتها، فكان ساب الناحيه الثانيه. دي وجهه نظري عن محمد حمدي. محمد هاني انا الحمد لله الحمد لله يا جماعه. محمد هاني انا عرفت ليه محمد هاني بيلعب اساسي في الاهلي بقاله 10 سنين او اكتر، وبيلعب اساسي في المنتخب بقاله برضه حاجه كده 5 6 سنين او اكتر. مع اختلاف طبائع المدربين بتوع الاهلي وطبائع المدربين بتوع المنتخب، مصريين كانوا محمد هاني بيلعب. ده ليه بقى؟ عشان محمد هاني اللي انا اتاكدت منه، محمد هاني في التمرين او في التدريبات محمد هاني لعيب عظيم. الشويه اللي كان محمد هاني واحمد سيد زيزو ومحمد صلاح بيلعبوا فيها كوره، اذا كان في التعادل في نص الشوط الاول او في اخر في النص الشوط الاول اللي هو 1-0، او في اخر او في نص الشوط الثاني او كل الشوط الثاني يعني، الكوره كانوا بيعملوها 1 2 3 4 محمد صلاح ومحمد هاني واحمد سيد زيزو محمد هاني كان شكله احسن من صلاح. يعني محمد هاني كان بيعملها احسن من صلاح احسن من زيزو. فهو الراجل واضح انه في التمرين لعيب كويس قوي يعني. هوبا هات كيرا 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 هات وسلم وروح وسلم وروح بس. هناخد بقى الخطوه اللي بعد كده نعمل ايه؟ لا مش عارف بقى، مش عارف. المفروض اعمل اوفر، اعمل اوفر حاضر. طويل ولا قصير؟ بعيد ولا قريب؟ عديه ولا على البعيده؟ جامد ولا لا؟ على الارض ولا عالي؟ معرفش. اروح بالكوره اروح جوه ولا لا؟ ولا اروح بالجنب؟ اروح على جوه واشوط، اروح على جوه اعمل باصه بالعرض، اروح على جوه اعمل باصه باليمين، اروح على جوه اعمل ثرو، اعمل ثرو من بعيد خالص اللي الولاد المذيع قال لي حلو، قال يعني هتلف بقى كده وتروح. محمد هاني بعد ما بيخلص هري بالكوره ما بيعرفش يعمل ايه. امبارح كنا بنلعب ضد منتخب ملاوي يا جماعه، بس ما عندهمش باك شمال وما عندهمش وينج شمال، وكان متروق يعني. اللي كان بيعمله كان عادي جدا. فمحمد هاني ده سبب الاسباب اللي بيخلي محمد هاني يلعب في كل الاوقات. 2 في نص الملعب هم الكابتن طارق حامد. طارق حامد. انا قلت من زمان وهفضل اقول كده طول عمري، حقبه طارق حامد لابد ان تنتهي.
هل طارق حامد امبارح كان وحش؟ لا، كان كويس قوي، كان بيعمل اكتر من مطلوب منه، وكان بيضرب اي حد، وكان بياخد اي كوره من اي حد، وبيعمل بيها كل الحاجات. يا سلام. بس دي حقبه لابد ان تنتهي. احنا بنلعب ضد منتخب ملاوي، فالاداءات الدفاع الهجوميه للاعيبه المدافعين او اللعيبه اللي بيطبع عليهم الطابع الدفاعي، اداءاتهم الهجوميه هي اللي هتفرق انت لعيب كويس ولا لا. الكلام ده قلنا على محمد حمدي، يعني نقول على طارق حامد ونقول على محمود حماد. لا، محتاجين فكر غير طارق حامد. طارق حامد ربى عندنا 10 15 واحد في الدوري المصري بيلعبوا بنفس الطريقه. اعتقد احنا محتاجين نغير هذه الطريقه. الاقرب للتغيير هو حمدي فتحي ومروان عطيه، اقرب اتنين للتغيير، والنني والله العظيم. عايزين نخرج، نعرف نخرج بالكوره بس. محمود حماده ليه امبارح كان ماتش قليل لمحمود حماده؟ انا بحب محمود حماده طبعا، وبقول الاهلي ياخده من زمان والله قوي. ليه امبارح كان ماتش وحش لمحمود حماده؟ عشان محمود حماده اداؤه الدفاعي اقوى بكتير من اداؤه الهجومي. محمود حماده كان قاعد مستني ده. ليه؟ عشان هو وحش؟ والله ابدا، عشان هو مش جريء. عشان هو مش جريء. محمود حماده لو عنده جرأه كده زي الواد عبد القادر مثلا، ولا فتوح، ولا محمد هاني حتى، كان يبقى عظيم. هو مش جريء خالص، هو بيروحش. انا مش هروح. انتوا هتيجوا تهاجموا عليا، انا هعرف اخد منكم الكوره وابدا بهجمه وابص اللي جنبي وربنا يسهل. انما نروح بواحده، وحتى لما كان بيروح يشوط كان بيروح مكسوف، وشوطه كانت بتطلع من شوطه واحد مكسوف. طب لو الواد امام من اول ماتش، بس امام معلش كان متجوز برضه، ما عرفش ننزله. امام لو من اول ماتش، لا، امام لعيب جريء. امام لو بيلعب الارجنتين هيروحوا يعمل كده عادي جدا. ليه؟ عشان امام لعيب جريء. يمكن برضه شغل زمالك وبتاع، يمكن شغل اهلي وزمالك بيبقى مختلف عن بقيه الفرق التانيه. الاربعه اللي بيلعبوا قدام، انا الاربعه اللي بيلعبوا قدام انا ما عنديش اي غبار عليهم، عشان ما فيش زيهم. هم دول الاربعه اللي حالتنا. لو بصيت على اللعيبه الاحتياطي هتلاقي هم دول الاربعه اللي حالتنا. يعني لو بتتكلم على مصطفى محمد، قاعد له كهربا اكيد مصطفى محمد. وعمرو مرموش، بالمناسبه عمرو مرموش هو اللاعب المحترف بتاع عبد القادر. يعني لو خليت عبد القادر، لو احترف عبد القادر من زمان كان يبقى كده، اللي هو انا هعمل كل العلويه بس بقوه شديده جدا جدا. يعني بدل ما ارقص براحه ارقص جامد، وبدل ما احاول ارقص اتنين احاول ارقصهم بس بسرعه شويه، وانا فرهود وبتحرك ومش عارف ايه، وبرده مهاري ومرقوع وما بعرفش اخلص هجمات عبد القادر وحياه ربنا، بس المحترف اللاعب القوي بتاع عبد القادر. وجهه نظري عن عمرو مرموش، مش بس في الماتش بتاع امبارح، في كل الماتشات احنا كنا متخيلين ان عمرو مرموش هيعدل الميله، او عمرو مرموش هو جاي يشيل المنتخب. ده مش حقيقي. الراجل مش مصري، او راجل مصريته على قدها شويه، فهو بيبقى حلو لما المنتخب بيبقى حلو، بيبقى وحش لما المنتخب بيبقى وحش. الراجل ما هوش عظيم، ما هوش اللعيب العظيم اللي احنا ايه هيعمل. لا 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 خالص. المنتخب شكله حلو، عمرو مرموش حلو. المنتخب شكله وحش، عمرو مرموش وحش بس. فما تحملوش اكتر من كده. حتى مصطفى محمد ما تحملوش اكتر من كده. مصطفى محمد برضه مش هينفع يشيل المنتخب. احنا فرحانين فشخ ان اللعيب عندنا بيلعب في نانت الفرنسي، نازل في منتصف الدوري الفرنساوي واحتياطي في الفرقه، وفرحانين قوي بيه. يا جماعه ما هو ده اخره كده. ده العيال بتوع النيجر ولا زامبيا اللي كانوا بيلعبوا المنتخب الاولمبي، فيهم 8 محترفين، في 3 منهم في فرنسا جنب محمد صلاح، جنب مصطفى محمد. يعني ما ينفعش نجم النجوم بتاعنا يبقى في نانت الفرنسي، لعيب عادي، مش نجم النجوم ولا حاجه، لعيب عادي عندنا في نانت الفرنسي، احنا متخيلين ان هو نجم النجوم. الله، امان الواد ده اوسيميني بتاع نابولي اللي بياكل عيال صغيره يعمل ايه؟ ونيجيريا برضه. ولا التاني هالاند يعمل ايه؟ ما هو ده فرقه بالبلح خالص. النرويج دي ما عندهاش منتخب. ندي كل واحد على قد حق. محمد صلاح، مصطفى محمد مهاجم كويس على قدنا. زيزو، هل عندنا غير زيزو؟ بس هي مشكلتنا ان احنا امبارح، او فيتوريا كان بيلعب امبارح بطريقه اقرب ل 4-2-4، ما هياش 4-4-2 قوي. يعني ما هياش 4-3-3 او 4-2-3-1 او 4-3-2-1-3 والحاجات دي. 4-2-4 اقرب ل 4-2-4. ليه؟ عشان صلاح ومحمد ومصطفى والواد زيزو. يعني كان صلاح وزيزو، سوري كان خلينا كده، صلاح وزيزو هو طول الوقت صلاح وزيزو، زيزو صلاح، صلاح وزيزو، زيزو صلاح، صلاح وزيزو، ده تمام جدا جدا. يعني ما كانش عندي اي ام اف او بلاي ميكر واقف بيعمل بقى كده وبيحط ثروات وبيعمل. هم صلاح وزيزو ومحمد هاني. للاسف محمد هاني اللي عندنا باك يمين واقف على رجله، اقسم بالله الجبهه دي هتبقى خزعبليه. صلاح وزيزو ومحمد هاني كانوا بيعملوا كل حاجه، كانوا بتنقلوا بما هم عايزين خالص، وتمام كل اداءات كويسه. واداء زيزو، بس ندي لزيزو عذر ان الزمالك وحش بقاله فتره، فطبيعي جدا هو ما بقاش حلو قوي. محمد صلاح بيخوف يا جماعه، ما تسمعوش كلام المذيع. حتى محمد صلاح بيخوف. اللعيبه خايفه من محمد صلاح. اللعيبه بتلعب ثلاثه. الجون التاني ايوه، الجون التاني الكره بتتشقلب ما بين محمد هاني. محمد هاني راح ضغط على، لا مش فاكر، محمد هاني ضغط على المدافع بتاعهم وخدها. اقسم بالله لو كان محمد هاني اللي كان كمل عليها وخد المدافع كان كله اكل. انما لما راحت لصلاح العيال اتربت، الراجل ده ممكن يعمل حاجه احنا مش فاهمينها. فلما حط رجله على الكوره يا دوب الكوره اتقطعت، راح عمل كده وحط رجله على الكوره، العيال كلها وقفت بلمت. احنا هنتصور دلوقتي ولا كمان شويه؟ راح لعيبه المرموش اللي شاطها خبطت في المدافع وراحت طالعه بره، راح المهاجم لا لا لا. المهم الجون الثاني العجيب ده،
محمد صلاح تقيله، خلينا متفقين، محمد صلاح عندنا تقيله، تقيله بيخوف اللعيبه التانيه على الاقل بقى، عشان الباقي بقى يشد حيله. مش كلام تاني على مصطفى محمد، هو خلاص كده كلام مصطفى محمد خلص. عندي بس واللي نزلوا واللي طلعوا مش عارف ايه، كل لعيبه شبه بعض. انا بس الماتش ما كانش حلو، ايوه ما كانش الماتش ما كانش حلو، ده طبيعي يعني. اول 20 دقيقه كان حلو، وبعد كده اخر 5 دقايق في الشوط الاول كان حلو، بعدين 5 دقايق في الشوط الثاني كان حلو، ده طبيعي. ده طبيعي علشان اولا الفرقه ضعيفه، ثانيا تصفيات افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه، يعني برضه بطوله عالقه خالص. ثالثا بقى وده الاهم، احنا بنلعب ماتش كل 6 شهور، المنتخبات بتلعب ماتش كل 6 شهور، وبعدين الماتشات بتبقى كده، فانت بتقعد تلم نقط وتلم مكسب ومش عارف ايه عشان بس توصل لبطوله مجمعه ينفع يبان فيها شكلك. انما بالمنظر كده، ماتش انجلترا على فكره، ماتش انجلترا وايطاليا ما كانش حلو، ماتش فرنسا واسبانيا وفرنسا وهولندا ما كانش حلو، 4-0 ما كانش حلو. كوره بقى وستاتيكتكس والكلام بقى بتاع الدوري الانجليزي، مفيش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده، احنا عايزين ننجز ونخلص علشان ايه، يعني عندنا ماتش كمان 3 ايام مع نفس الفرقه في غاب افريقيا، مش عارفين نعمل فيها ايه. بس مستنيين الماتش اللي بعد 3 ايام ده لحد ما ربنا يسهل ونشوف هنعمل ايه. انا بس عندي حته صغيره كده، عشان استاذ ابراهيم فايق، استاذ ابراهيم فايق ما اعرفش طلع في انهي منصه من المنصات، انا هرد عليه انا مني واحد، مش ما اقدرش اقول اتربيت في الاستاد وابن الدرجه الثالثه والكلام ده خالص، بس انا كنت بروح ماتشات كتير قوي، ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك وماتشات المنتخب الاول والاولمبي والشباب، وماتشات دوري وماتشات ناشئين في الدوري وماتشات دوري المظالم، انا كنت بروح ماتشات كتير بشكل او باخر يعني، زمان قبل 11. هو كان بيقول ايه يا استاذ ابراهيم فايق؟ كان بيقول ان ما بقاش فيه هويه لجمهور المنتخب المصري، وجمهور المنتخب اللي كان في الاستاد امبارح ما كانش بيشجع، والمذيع الداخلي كان بيقعد يقول يلا يا جماعه شجعوا، فهو كان ما كان بيقول يلا حي التالت جاي، ودي حاجات قديمه وحاجات ايه، عايز ايه؟ عايز يعني جمهور منتخب بقى مرتزقه يعني؟ ما هو جمهور منتخب يا حماده، انا متاكد انت عارف الكلام ده، مش عارف بس تخبي عن نفسك ولا انت مجنون ولا ايه؟ جمهور المنتخب يا حبيبي هو جمهور اهلي وزمالك، هو جمهور اهلي وزمالك والاسماعيلي والاتحاد وام بي مي، بس هو جمهور الاهلي وزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري والمش عارف ايه واسوان، هم دول جمهور منتخب مصر، هم دول بينزلوا، هم دول ليهم مكان في الملعب، هم دول يعني الجماهير الاهلي التراس اهلاوي اللي نصهم في السجن ونصهم في البيت ونصهم ابوه بيزعله عشان ما يعملش كده تاني علشان مستقبله راح، التراس زملكاوي نصهم في السجن ونصهم في البيت ونصهم ابوه بيزعله، ما بقاش في حبيبي جمهور يا بابا. حضرتك انا عايز جمهور مصري يبقى شبه جمهور الارجنتين، انت عبيط؟ انت تعرف تدخل البومبونيرا؟ البومبونيرا ده اللي هو الاستاد بتاع تعرف تدخل؟ تعرفش تدخل الاستاد مقفول في كل ماتشات الدوري، احنا عندنا بنبوس ايد دين اي حد عشان يدخل 10,000 واحد، 10,000 في قهوتين في امبابه كان بيطلع منهم جمهور التراس اهلاوي 10,000. انت عايز الجمهور، وجمهور بقى سيلكتد كوميونتي باي دي بتذكرتي ببزنس كارد بمش عارف ايه، اللي هم كانوا بيدخلوا درجه اولى، انت عايز تقعدهم ثالثه ويشجعوا مش فرقتهم، لا ده المنتخب. حضرتك انت بتقول حاجات غريبه، احنا عندنا مشكله في الجمهور يا كابتن ابراهيم فايق، لو سمحت اتكلم عليها، ما اعرفش العلاقه بالامن ولا العلاقه بالانديه ولا العلاقه بايه، بس ما فيش، مش هيبقى في جمهور منتخب لاي منتخب مصر غير لما يبقى في جمهور انديه. حضرتك استغل البرنامج بتاعك واستغلوا البرامج بتاعكم، بدل ما انتوا عاملين بتزيطوا وبتشوفوا اللعيب لابس بوكسر مقاسه كام وقلع الكلوت ولا لسه وغير شعره ولا ما غيروش وراح عند حلاق اسمه ايه، الحاجات اللي بتقعدوا تعملوها دي والاسئله المهزأه اللي بتجيبوا ناس عشان تسالوها. استغل كرسيك كاعلامي واتكلم مع الناس، وروح للامن وروح مش عارف ايه، وقول يا جماعه الجمهور، واقعد اهري كل يوم في موضوع الجمهور، الضرب على الحديد، يمكن يبقى عندنا حاجه، يبقى احنا ما فيش 5 يقدروا يقفوا مع بعض في ميدان التحرير خايفين يدخلوا الجمهور لحد دلوقتي. ايوه احنا الامن بتاعنا قوي جدا، ايوه احنا وزاره الداخليه بس من غير اي قوات اخرى، وزاره الداخليه بس قادره ان هي تدخل 100,000 واحد في جوه الاستاد وتخليهم كلهم بعدين عاملين كده. ايوه حياة ربنا، فاحنا خايفين من ايه؟ فيا كابتن ابراهيم مفيش جمهور منتخب غير ما بيبقى فيه جمهور الانديه. شكرا جزيلا يا سيدي، باي.